هو ينفع إنسان يبدأ من الأول تاني؟ ينفع يرجع يثق في الناس من تاني؟ يحدد آماله وأهدافه ويبقى لحياته معنى؟ ولا كده خلاص هنفضل عايشين من غير روح، عايشين ومش عايشين؟ طب هنرجع أقوياء زي زمان؟ طب هنستمد قوتنا من مين؟ وكله بقى بيجي علينا. طب يا ترى هنرجع نحب الخروج واللمة، ولا هنفضل قافلين على نفسنا البيبان وقاعدين وسط 4 حيطان؟ يا ترى هنفضل مستسلمين ولا هنقوى؟ تفتكر هنقوى؟ طب ليه لأ؟ ليه لازم أنا مستني حد يقويني؟ ليه ما أقويش نفسي؟ ما هو مش كل أكيد الناس وحشة، أكيد هقابل حد حلو. أي نعم، يعني اتخدعت من كل الناس وشفت مواقف كتير منهم، بس أكيد هقابل ناس لسه، هقابل ناس تحبني وتهتم بيا، هقابل ناس تديني نفس الحب ونفس الاهتمام والإخلاص اللي هديهولهم. بقى عندي قناعة إن الحياة مش وردي. أنا اتصدمت كتير، وقلبي اتوجع كتير قوي. بيجيلي أوقات مش قادر أكمل، مش قادر أحس بحاجة، معنديش مشاعر. فبدأت أقتنع بالحال ده وأفكر في كده كويس. بس بيجيلي أحيانا أمل إن هيجي حد هيشيلني من الحالة دي، عشان زي ما موجود في الناس اللي بتأذي، في الناس الكويسة اللي بتطبطب، في الناس اللي بتحس وبتخلينا نعرف نحس، وبتحب وبتخلينا نعرف نحب. ممكن حظنا لسه ما جاش، بس أنا عندي أمل في ربنا إن هو هيجي. ممكن ربنا كان بيقويني الفترة اللي جاية، ممكن ربنا بيدربني على اللي جاي، ممكن ربنا بيبعت لي رسائل كتير انا المفروض افهمها واتعامل معاها، ممكن حاجات كتيرة قوي. بس انا متأكد ان الفترة دي هي بداية النهاية، نهاية أسوأ فترة في حياتي. ومن دلوقت انا قررت ان انا هعيش لنفسي، وهعيش للي جاي يحبني ويقدرني عشان اشيله فوق دماغي.